يموت طوعا ليبعث من جديد في المستقبل، لكنه يستيقظ في عام 2091 وحيدا بلا ماض ولا حق في الموت. السنة هي 2015. مارك جارفيس رجل يبدو أنه يملك كل شيء، لديه وظيفة مثيرة تدر عليه دخلا جيدا وتثير اهتمامه حقا، يحيط به أصدقاء أوفياء سيدعمونه في كل الظروف، والأهم من ذلك أن المرأة التي يحبها دائما إلى جانبه. تبدو حياته مباركة حقا ومستقبله مشرقا، حتى يتغير كل شيء بتشخيص مدمر واحد. يخبر الطبيب مارك بأنه مصاب بنوع حاد من السرطان، وأن أمامه في أفضل الأحوال سنة واحدة فقط ليعيشها. هناك فرصة لإطالة حياته بالعلاج الكيميائي والأدوية القوية، لكن لا توجد أي ضمانات. وأمام واقع موته الوشيك الذي لا رجعة فيه، يتقبل مارك الأمر ويبدأ في الاستعداد للنهاية. يسلم عمله لزملاء يثق بهم، ويعلمهم كيف يواصلون ما بدأ. يبيع منزله، ويمنح معظم ممتلكاته لأصدقائه، ويشارك والدته وصديقته الخبر المفجع، متوسلا للمرأة التي يحبها أن تجد السعادة مهما كان الأمر. ومع اقتراب النهاية، يجد مارك نفسه غارقا في ذكريات الطفولة، مدركا أنه لم يقدر اللحظات التي عاشها حقا، إذ كان يفترض دائما أن هناك المزيد من الوقت والمزيد من الفرص. لكن الوقت الآن ينفلت من بين يديه. في أحد الأيام، يقود مارك سيارته إلى أطراف المدينة، يترك سيارته هناك ويختفي في الأفق.